السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى المطعم عندنا في البيت بصدر فرخة واحد هنعمل 4 طواجن كبيرة. بس أهم حاجة ما تنسوش تعملوا إعجاب للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. أول حاجة معانا صدر فرخة. طبعا صدر الفرخة نكون غاسلينه كويس قوي بالملح والليمون والدقيق، ومعانا جبنة موتزاريلا وزيتون، ومعانا معلقتين دقيق وكوبايتين لبن وزبدة أو سمنة أو زيت زي ما تحبي، ومعانا ملح وفلفل أسود بس، وتوم مفروم، ومعانا ريحان. طبعا الريحان فريش أو يكون ناشف مش مشكلة. حاجة هاخد صدر الفرخة، هاخدها كده وأقطعها شرايح رفيعة علشان تستوي معايا بسرعة ما تاخدش وقت معانا. بعد كده هحط كده حلة على النار وفيها شوية مية وشوية ملح، وأول ما تغلي أحط فيها كيس مكرونة 400 جرام. كيس المكرونة ده هيعمل لي 4 طواجن كبار، وممكن أخليهم 5 لأن أنا عاملاهم 4 كبار ومليانين. نسلقها 3/4 سوا. أحط طاسة على النار كده وأحط فيها مكعبين زبدة، وأحط قطع الدجاج معايا. مش هقلبها، هسيبها زي ما هي لغاية ما تاخد لون من تحت، عشان لو قلبتها هتنزل معايا مية وأنا مش عايزاها تنزل مية. هسيبها كده، أول ما تاخد اللون من تحت هروح بقى مقلباها. أفضل أقلب فيها لغاية ما تخش في السوا، وأحط بقى عليها ملح وفلفل أسود والريحان. ده ريحان ناشف، ولو عندك ريحان فريش يبقى حلو جدا. هقلبهم بقى مع بعض كده لغاية ما تستوي. بس كده. احط كسرولة على النار كده واحط فيها 3 قطع زبدة، وهروح حاطة عليهم معلقتين الدقيق. يا دوبك مش هحمره، مش هخليه ياخد لون، يطلع بس ريحة الدقيق ويطلع الرطوبة اللي فيه. اقلبه كده تقلبتين قبل ما ياخد اللون. هروح حاطة عليه اللبن على طول، احط عليه كوبايتين لبن واقلبهم كده بسرعة بالمعلقة او بالمضرب اليدوي عشان ما يكتلش معايا. واحط عليه بقى الملح والفلفل بتاعنا، ولو ممكن عايز تحطي مكعب مرقة ممكن تحطي، ولو عندك حتة قشطة من بتاع اللبن ممكن تحطيها برضو، تبقى حلوة جدا. هقلب فيها كده لغاية ما يتقل معايا. انا مش عايزاه تقيل قوي، انا عايزاه يبقى وسط، لا تقيل ولا خفيف. هحط بقى عليه وانا بقلب كده حتة القشطة اللي عندي بتاعت وش اللبن، بتديله بقى طعم كده ودسامة، بيبقى حلو جدا. دي بقى المكرونة بتاعتي بعد ما اتسلقت 3/4 سوا، ما خليتهاش مهرية زي ما انت شايفينها كده. احط بقى عليها قطع الفراخ بعد ما استوت، واحط عليها شوية زيتون وشوية جبنة موتزاريلا، وهقلبهم بقى مع بعض، واحط عليهم البشاميل بتاعي. اقلب بقى المكرونه مع القطع الفراخ والموتزاريلا والزيتون، هقلبهم كده مع بعض. وهجيب بقى الطواجن بتاعتي. عندك الطواجن الألمونيا دي ماشي، طواجن فخار، وممكن تعمليها كلها مع بعض في صينية. يعني أي حاجة عندك شغليها. كيس المكرونة 400 جرام عملته في 4 طواجن من الألمونيا. الطواجن ما شاء الله كبيرة مش صغيرة، ممكن كمان تعمليها في 5 لأن أنا مالية الطواجن. أملى الطواجن كده، وهروح حاطة بقى فوق الوش بقية الموتزاريلا بتاعتي. وطبعا واحنا شغالين بنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 180. هو هيدخل هياخد بس الوش مش اكتر. وقلت بقى ادلعهم بقى شوية، لقيت عندي شوية جمبري كده، جمبري اللي هو الصغير مش كبير، كان تقريبا ب 30 40 جنيه. طلعتهم من الفريزر وحطيت مكعبين زبدة في الطاسة، ورحت حاطه عليهم الجمبري. ريحه الجمبري بقى ما اقولكوش ما شاء الله. برضو مش هحط له حاجه، احط شويه ملح وكمون وبرضو شويه ريحان بس كده، واديله تقليبتين لان احنا عارفين طبعا الجمبري اولا صغير، وتاني حاجه ان الجمبري ما ياخدش وقت في السوا. وما ننساش فصين التوم المفرومين. قلت بقى اكمل بقى بقيه الدلع. لقيت عندي حتتين بسطرمه، رحت حاطه طاسه برضه على النار وشويه زيت كده صغيرين ومكعب زبده، وحطيت فصين توم قلبتهم من غير ما ياخدوا لون، ورحت حاطه عليهم حتتين بسطرمه، قلبتهم يا دوبك تقليبه وخلاص على كده. طبعا سلقت بقى كيس مكرونه تاني برضو، رحت واخده كده نص وحطيت عليه بقى البسطرمه بتاعتي وشويه زيتون وشويه برضو جبنه موتزاريلا، وجبت بقى 2 طواجن ورحت حاطه فيهم المكرونه بالبسطرمه، وفوق الوش برضو حطيت موتزاريلا.
وهتدخل على الفرن. وبقية المكرونة حطيت عليها الجمبري وشوية زيتون وشوية موتزاريلا والبشاميل، وقلبتهم برضو مع بعض، وجبت 2 طواجن وحطيتهم فيه، وحطيت فوق الوش الموتزاريلا، وهدخلهم بقى الفرن. لازم الفرن طبعا يكون سخن. ولو هتعملي في الطواجن نفس الطواجن دي اللي هي الألمونيا، لازم يتحطوا الأول في صينية، عشان لما تيجي تطلعيهم هيبقوا سخنين مش هتقدري تمسكيهم. بقى شكل الطواجن بعد ما طلعت من الفرن، الله الله على الريحة والجمال، والله الطعم حلو جدا، مش هتفرقيه عن بره. اعمليها في البيت لأولادك بأي طعم هم عايزينه. عندك شوية جمبري صغير كده واعمليهم، عندك فراخ، عندك بسطرمة، أي حاجة إن شاء الله لانشون، أي حاجة موجودة عندك ممكن تعمليها، أو ممكن تعمليها حتى بلحمة مفرومة. أي طعم تحبيه وأي حاجة متوفرة عندك. جربوها هتعجبكم جدا، وما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.